ازاي اعمله. في كذا طريقة ان الواحد يعمل الصح بإذن الله. اول حاجة ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى: اللهم اهدني وسددني ووفقني. الانسان مش هيعمل الصح الا بإذن الله سبحانه وتعالى. الانسان مش بياخد خطوة إلا بتوفيق من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله. يعني الحاجات الحلوة انت مش هتعرف تعملها غير بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فرقم واحد ان انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والإرشاد والصلاح. رقم اتنين ان انت تستعين بصحبة تعينك على الحاجة اللي انت عايز تعملها. ايا كان، عايز تختم القرآن، تروح دار او تروح مسجد هتلاقي ناس بتختم القرآن وبتحفظ، اقعد احفظ معاهم واختم القرآن وبإذن الله ربنا هيكرمك وهتختم القرآن معاهم. عاوز تحافظ على الصلاة، صاحب ناس ملتزمين وان شاء الله بإذن الله هيعينوك على المحافظة على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فاحنا قلنا ان رقم اتنين ان انت هتصاحب الناس اللي عندها نفس هدفك ونفس ميولك. رقم ثلاثة ان انت تدخل في الحاجة دي تدريجيا، واحدة واحدة، ان شاء الله كل يوم 5 دقايق، 10 دقايق، ال10 هتجيب ربع ساعة، ربع ساعة هتجيب نص ساعة، نص ساعة هتجيب ساعة، لحد ما تكون متقن في الحاجة دي بإذن الله. خد نفسك واحدة واحدة، وبعد كل خطوة تاخدها حاول تكافئ نفسك بحاجات بسيطة. في صنف من الناس ممكن يقول: لا أنا بحب أجبر نفسي. خلاص مفيش مشكلة، النجاح بيجي بالتعب، مفيش نجاح من غير تعب. في ناس ممكن تحط خطة صارمة وخطة حازمة وتمشي بيها، يظبط منبهه على الصبح يقوم يجبر نفسه ان هو يعمل الحاجة دي. في ناس بتنفع كده، وفي ناس لا، الحاجة دي بتجيب معاها مردود عكسي، فمش بتعرف تعمل كده. فأيا كان، حضرتك بتعرف تاخد نفسك واحدة واحدة واحدة، ولا حضرتك بتعرف تجبر نفسك وتلزم نفسك وتعمل الحاجة دي؟ حاجة تانية ممكن تخلي حد رقيب عليك. أنا مثلا واحد من الناس مش بعرف في العادة أصحى بدري. حاولت كتير جدا جدا إن أنا أصحى بدري ومعرفتش أصحى بدري. لما رحت الجيش بقيت أجبر إن أنا أصحى بدري لأن في حاجات ورايا. بقى في ناس تصحينا بدري لأن أنت لازم تعمل الحاجة دي، ولو ما عملتهاش ممكن يكون فيه عقاب. فبرضو حتة الثواب والعقاب هتخليك تتحرك إن شاء الله. وده كان جواب إزاي أعرف الصح وأعمله. أنا عبد الرحمن شريف، وأتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الإعجاب والتعليق والمشاركة والاشتراك، وأنا